السلام عليكم وتحياتي للجميع. إذا مفاجأة المونديال، خروج العنابي القطري من الدور الأول من مسابقة كأس العالم بعد الخسارة الأولى في المباراة الافتتاحية بثنائية نظيفة. الخسارة ديال اليوم أمام السنغال ب3 أهداف لهدف عجلت في خروج العنابي من كأس العالم. البلد المستضيف لهذه البطولة قطر جهزت كل شيء، الملاعب، البنية التحتية، سخرت كل الإمكانيات وكانت ناجحة 100%، لكن المنتخب لم يتم التركيز عليه بشكل كبير رغم أنه توج بكأس آسيا ولديه مباريات ودية واستعدادية كبيرة لهذا المونديال، لكن المستوى الذي ظهر به المنتخب القطري في هذه المسابقة ضعيف جدا. خسارتين متتاليتين لم يقدم المستوى الذي كان يتمناه الجمهور القطري والجمهور العربي. إذن للأسف كنا نتمنى أن نشوف العنابي القطري يستمر في هذه المسابقة ويحقق الأهم لما لا ويتأهل إلى الدور الثاني. المواجهة القادمة ستكون أمام هولندا، صعبة جدا. أملنا إن شاء الله في المنتخبات العربية الأخرى، كذلك تونس، المغرب، وكذلك المنتخب السعودي الذي استطاع أن يهزم الطونغو الأرجنتيني ب2-0 وحصد 3 نقاط في أول مواجهة له في مونديال قطر. أملنا في العرب الآخرين وكل التوفيق إن شاء الله لمنتخب قطر في قادم الاستحقاقات، وإن شاء الله نتمنى يكون الحضور ديال الجماهير وما يأثرش يعني الخروج ديال قطر من هذه المسابقة، ونشوفوا الجمهور القطري والعربي يحضر في المباريات القادمة خاصة ديال المنتخبات العربية. تحياتي للجميع واعطيونا الرأي ديالكم في ضربة جزاء ديال المنتخب القطري صحيحة ورفضها الحكم، وكذلك كان على الحكم أنه يعطي بطاقة حمراء لأحد لاعبي السنغال الذي تدخل في مناسبتين وفي أقل من 5 دقائق تقريبا في حق لاعب المنتخب القطري ولم يخرج البطاقة الحمراء في وجه اللاعب.